السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. تعالى اقول لك على وصفة جميلة جدا. لو كنت مخزنة توم وحطاه في البلكونة وخايفة يفضى، راح اقول لك على طريقة امي حبيبتي قالت لي عليها بجد، وانا جربتها يا جماعة السنة اللي فاتت وعلى تجربة. وانا بحب ان انا كل ما انزل حاجة في القناة بتاعتي احب اجربها قبل ما انزلها. كنت عاملاها السنة اللي فاتت وحقيقي قعد معايا التوم للسنة ما فضلت ان انا انزل الفيديو الجميل ده. الفيديو المفيد جدا، والناس اللي ما تحبش تخزن توم في الفريزر، عشان في ناس كتير ما تحبش تخزن توم في الفريزر، وفي ناس يعني بتحب يعني تخزن في الفريزر وتخزن في البلكونة يعني تعلقه. انا طبعا ما لحقتش بصراحه ان انا اخزن السنه دي في الفريزر. انا جبت شويه كده وعلقتهم في البلكونه بس خايفه يفضوا. حبيت ان انا اعمل زي ما عملتهم السنه اللي فاتت بطريقه جميله جدا، طريقه ست الحبايب، طريقه سهله ان شاء الله. ولو اول مره تشوفي قناتي فضلا ليس امرا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، ويلا نشوف الطريقه على طول. تعالى اقول لك على المكون السهل جدا اللي نحطوه في التوم بتاعنا ويقعد باذن الله للسنه ما يفضاش. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا جبت طينة طبعا عشان احنا ساكنين في مدينة. الحاجات ديت بتجيبها من البياعين، هي مش بتتباع، ده هي بتبقى تحت البطاطس او تحت البصل، كمان تحت التوم ممكن، بس عشان التوم بتاعنا خلص قليل خالص بقى في السوق، ممكن تلاقيه تحت البطاطس. سهل جدا الطينة دي من تجيبيها، او التراب دي جاي من الفلاحين نظيف جدا وجاي من الزرع. طبعا انا حضرت صينية زي ما انتم شايفين كده، وهحط فيها التراب بتاعي. التراب ديت يا جماعه ناشف، انا كنت جايباه مع التوم. من اشتريت التوم ورحت خدت البياع عطاني، قلت له عايزه شويه طينه، من عرفت التوم ان ما فيهوش طينه، رحت قلت له ان انا عايزه شويه تراب من العربيه، راح عطاني على طول وعبالي في شنطه سودا كده وعطاني. لو كنت شاريه التوم بتاعك بقالك شهر ولا شهرين ممكن تعمليه يجراش اي حاجه ليه، قبل ما يفضى معاكي ولا قبل ما ينشف خالص تعمليها الطريقه الجميله دي. انا طبعا حطيت ميه على التراب واقلبه بايدي كده عشان كل حاجة تختلط مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين. اسيبهم بقى يلينوا خالص معانا كده ويشربوا المية، وبعد كده نشوفوا نعمله ايه للتوم بتاعنا الجميل. ويلا على كده نشتغل في التوم بتاعنا. انا طبعا ما قطعش التوم بتاعي ولا اي حاجة، انا عندي توم احمر وتوم ابيض. انا قلت اوريكم التوم الاحمر باذن الله، وراح اعمل نفس الطريقة اللي انا راح اعملها في التوم الاحمر راح اعملها في التوم الابيض. معايا الطينة كده اهو، اقرب الكاميرا شوية عليا واقرب الحاجة عشان نشوفها حلو. زي ما انت شايفين كده نجيبوا راس التوم ونمسكوها حلو بايدينا ونيجي نعكوها حلو بالطينة، وتعكي الجزر حلو عشان الجزر اكتر حاجة اللي بيدخل فيها السوسة وبيخرب التوم بتاعنا. تعكيها حلو قوي كده وتعبيها قوي طينة. طبعا هي راح تنشف معاكي خالص خالص، وراح تحافظ معانا على التوم وما يدخلش فيها سوسة ولا ما يفضاش خالص التوم معانا. الطريقة دي جميلة جدا يا جماعة لو جربتيها. الفلاحين والصعايدة أكتر حاجة بيعملوها، بس هم عندهم أرض وزرع، بيخلوا الأرض لينة ويخلعوا التوم بالطينة بتاعته ويعلقوه على طول. قال لا إحنا عشان يعني شاريين وشاريين كل حاجة الحمد لله، احنا نعمل الطريقة الجميلة دي اللي بيعملوها الصعايدة اكتر حاجة، والفلاحين والناس اللي البياعين كمان اكتر حاجة من نتيجة الشوف عند البياعين يحافظوا عليها. لو كانت يعني ناس بتتاجر ويحطوا لها الطينة او يقلعوه من الزرع بطينته عشان يحافظوا عليها، عشان خاطر ما فيش اي سوسة تدخل جواه. طبعا انا بعد ما خلصت التوم بتاعي عشان ما اطولش الفيديو عليكم، اربطه وعلقه على طول في البلكونه بتاعتي، وانا مطمنه على التوم بتاعي انما ان شاء الله باذن الله ما يفضاش، وراح يقعد معايا للسنه ما يحصلهوش اي حاجه باذن الله. الطريقه دي جميله جدا واخداها من امي، وامي كانت تقول لي زمان كانوا يعملوا كده ان ما كانش فيه تلاجات ولا فيه فريزرات، كانوا يعملوا الطريقه الجميله دي. طريقة سهلة وجميلة، بس أهم حاجة منك تجيبي تراب أو طينة، ما تجيبهاش من الشارع، ما تجيبهاش فيها رملة، تجيبيها من الأرض اللي تجيبي التراب بتاعك أو الطينة بتاعتك يكون مزروعة فيها البطاطس والبصل والحاجات ديت، عشان يكون أرض نظيفة. ما تجيبيش التراب من الشارع ولا يكون في رملة ولا أي حصاوي. من البياعين اللي بتبيع الخضار تقول لهم عايزه شويه تراب كده يدوك على طول التراب، ومتوفر كتير عند البياعين يا جماعه. وانا على كده خلصت التوم بتاعي واخده على طول على كده واحطه في البلكونه واعلقه.
يكون حتة فيها ضلة وما فيهاش شمس، عشان الشمس هي اكتر حاجة اللي بتضر التوم. زي ما انتوا شايفين كده انا معبياه للاخر ما شاء الله من الطينة، عشان التوم بتاعنا يقعد باذن الله للسنة وباذن الله ما يفضاش. ويا رب يكون عجبتكم طريقة تخزين التوم، طريقة سهلة جدا وبسيطة وجميلة. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.